بحبش نفسي؟ ليه دايما بحس ان انا مقصره في حق نفسي؟ ليه دايما بحس ان انا اقل من الاخرين، اقل من اختي واقل من اخوي، اقل من واحده صاحبتي وبنت خالتي وبنت خالي؟ ليه دايما بحس الاحساس ده رغم ان انا دايما بكون عامله كل حاجه ممكن اكون اقدر اعملها، دايما بحاول اساعد كل اللي حواليا، ولكن دايما بحس ان انا قليله؟ عشان كده ما بحبش نفسي. ده موضوع النهارده وعايزين نتناقش فيه في حاجات كتير قوي. يلا خلينا نبتدي على طول. عايزه اسالكم كام سؤال ومحتاجه ان انتوا تعملوا توقف للفيديو وتنزلوا تجاوبوا عليهم تحت. هل انتي ما بتحبيش نفسك لان انتي تعرضتي للتنمر من اهلك او من اصحابك او من زمايلك في الشغل او المدرسه؟ طب هل انتي تعرضتي لحد تحرش بيكي لفظيا، قالك كلام ما تقدريش تسمعيه ابدا، فعشان كده حاسه ان انتي مكسوفه من نفسك وان انتي قليله قوي في عين نفسك؟ محدش بيقدر مجهودك من باباكي او مامتك او اخواتك او حتى صحابك اللي دايما بتستغني عن كل حاجه في ايديك عشان تنزلي معاهم وتخرجي. ده اللي انا عايزه اعرفه. ايه الموقف او ايه الحاجه اللي حصلت ومن بعدها حاسه ان انت قليله، حاسه ان انت ما بتحبيش نفسك، حاسه ان انت مش قد اي حد، او حاسه انك مهما تعملي محدش ابدا هيحبك؟ ده اللي انا عايزه اعرفه. خلي بالك، جت كلمه، يعني في كلمه دايما بسمعها من الناس وهي انا بفشل في كل حاجه، انا ما بنجحش في حاجه ابدا، انا على طول فاشله، على طول مش حاسه ان انا بعمل حاجه، انا ما عنديش انجازات في حياتي. خلي بالك ان انا هقولك ان انت من اول ما اتكتب اسمك عند الله عز وجل وانت ليكي نجاحات كبيره جدا في الدنيا، ونجاحات كبيره دي على قد مستواكي وعلى قد مستوى العمل اللي انت بتعمليه. نجاحك في اول حاجه حصلت في الدنيا كلها ليكي او في حياتك هي ان سبحان الله الحيوان المنوي اخترق البويضه وكونك انتي كشخص قاعد دلوقتي بيتفرج معايا على الفيديو. كمان نجاحاتك في اول سنه دخلتي فيها الدراسه، نجاحاتك من قبل الدراسه، نجاحاتك في انك اول مره قلتي بابا او ماما، نجاحاتك في انك اول خطوه خطيتيها واول طريقه عملتي بيها انك حاولتي تقومي تزحفي وتقومي تشبي وتقومي تقفي على رجليكي. احنا لنا نجاحات كتير قوي. انا عايزاكي تفكري في ابسط واقل الاشياء، لان الاشياء دي هي اللي هترفعك، وكل ما تيجي تفكري فيها هتقفي عليها وتبصي لفوق اكتر وتعلي مع كل حاجه بتفتكريها وكل حاجه بتحاولي تنجحي فيها. صدقيني انت هتكوني ناجحه. على فكره، الفشل مش مقياس للنجاح. انت ممكن بفشلك ده توصلي لاعلى قمه محدش ابدا من الناجحين اللي حواليك اللي انت فاكراهم ناجحين فعلا قدر يوصل لها. الفشل مجرد محطة اي ناجح في الدنيا لازم يعدي بيها. لو ما عدتيش بمنطقة الفشل او بالمنطقة اللي انت حاسة ان انا فعلا مش قادرة عليها وانه فعلا الموضوع فيه حاجة غلط، ده مش فشل، بالعكس ده نوع من انواع النجاح، ولكن بيكون نجاح بتجربة قاسية شوية. يعني مثلا لو فشلت وما نجحتش في مادة في سنة دراسية، سنة دراسية كلها عيدها من اول لاخرها، ده هل انا فاشلة؟ هل انا مش صالحة للتعليم؟ هل انا مهما اعمل خلاص مش هذاكر تاني ومش هنجح تاني؟ بالعكس، ده انت ممكن الحاجة دي اضافت لك حاجه في دماغك خلتك تفتكري او تكوني بانيه حاجه في مواد معينه تذاكريها اكتر، فبالتالي تنفعك لما تكبري في حاجه تانية. وده حصل معايا انا شخصيا في حاجات كتيره قوي. فانا هقول لكم على حاجه. انا في تقريبا اولى ثانوي او ثالثه اعدادي مش فاكره جبت ملحق انجليزي. انا عاده ما كنتش بجيب ملاحق انجليزي خالص، يعني كان ملاحق رياضه بس عشان انا ما بحبش الرياضه. فالانجليزي كمان ما كنتش بحبه وما كنتش بعرف افهمه اطلاقا، كنت بحس ان هو حاجه صعبه جدا. اول ما حصل لي الدروب ده وجبت الملحق في الوقت ده بالذات اللي كنت دايما بذاكر فيه كويس قوي، حسيت ان دي اشاره من ربنا ليا. وسبحان الله بدات ان انا ادور على حد يديني كورسات ان انا اتعلم انجليزي، ما ادورش على حد ان هو يديني دروس في ان انا انجح في الماده دي في المدرسه. لا، انا فعلا رحت لابعد مكان ممكن اروحه في بيت من بيتي لحد المكان ده، ورحت فعلا اخدت كورسات انجليزي وعديت بكذا ليفل، ودلوقتي انا بحب الانجليزي جدا وبعرف اقرا انجليزي لحد ما يعني. ف دي حاجه ودي اشاره كانت ليا، فانت المفروض تشوفي الاشارات اللي جايه ليكي. كمان الاشارات دي مش بس بتكون في مواد انت نجحتي فيها او سقطتي فيها، الاشارات دي في صاحبه ليكي ما كملتش معاكي لموقف او لخيانه معينه تسببت ليكي فيها، لأب لا قدر الله فقدتيه، لأخ حصل منه مشكلة كبيرة فمش هتعرفي تشوفيه تاني، أيا يكن أيا يكن ايه اللي بيحصل في حياتك. لو انتي كنتي بتعملي كل حاجة في ايديكي عشان تقدري توصلي بيها لصديقة معينة تصدقيها او لحبيب عايزة تتجوزيه، لو مكانة في شغل معين او في وظيفة معينة ومش عارفة توصلي لها وعملتي كل حاجة بوسعك وللأسف ما وصلتيش ليها، ده مش فشل، مش فشل. هقولك ليه. الاول سبب ان انتي مكنتيش هتعدي على كل الحاجات دي
لو ما كنتش عايزه توصلي للمكان اللي انت فشلتي فيها او اللي انت حاسه انك ما وصلتلهاش كويس، كان لازم تعدي على كل ده اللي هو فعلا بيجهزك لحاجه تانية اكبر بالنسبه لك وحاجه تانية اكتر نفع ليكي. فانت حاولي تبصي للمنطقه، بصي للحته دي اكتر. دايما ما تقوليش انا ما بحبش نفسي، انا حاسه ان انا قليله. كل اللي انت بتقوليه لنفسك هينعكس عليكي من بره. حتى لو بتلبسي احسن لبس، تحطي احلى ميك اب، تتكلمي بلغه حلوه قوي وبلهجه حلوه واجتماعيه وي وي وي، طالما انت حاسه ان انت فاشله، للاسف هتفضلي كده في عيون الناس. للاسف طاقتك اللي انت بتحطيها فلما تقولي لنفسك كلام عكس بقى، اللي هو انا حاسه ان النهارده ان شاء الله يعني هحقق كده جول معين او هدف معين من اللي انا كنت بحلم بيه او اللي انا بخطط له، انا ان شاء الله هحقق حاجه معينه من اللي انا كنت عايزه اعملها، وفعلا ربنا يحقق لك ده. ما تنسيش دعاء ربنا، وما تنسيش انك دايما تدعي ربنا وتقفي تتكلمي مع ربنا بكل قلب، بكل ما في قلبك، بس مش بلسانك، بس مش باعمالك. صدقيني احنا مش بنخش الدنيا باعمالنا، مش بنخش اقصد الجنه باعمالنا، احنا بنخش برحمه ربنا بينا. فان انت تكوني رحيمه بنفسك، ترحمي اللي حواليكي. لو انت مش مسامحه نفسك عن حاجه، حاولي تسامحي نفسك وحاولي تسامحي كل اللي حواليكي عن اي حاجه هم اخطاوا فيها في حقك. التسامح اللي بيبقى من بره ده، او اللي انت بيبقى خارجي، انت بتسامحي حد غلط فيكي او بتسامحي حد اخطا معاكي خطا كبير قوي او انت مش قادره تسامحيه من جواكي، صدقيني ده هينعكس عليكي انت من جوه، هتلاقي نفسك مسامحه نفسك. يعني انت لو سامحتي حد غلط فيكي، انت هتسامحي نفسك على غلط انت غلطتيه في حق نفسك، ايا كان الخطا ده، ايا كان انت كنتي في ايه بالظبط. بس ده كله هينعكس عليكي، وده كلام مش كلام علماء وبس، مش كلام ربنا وبس، ده كلام مجرب من ناس كتيره قوي، ومنهم واحده قاعده قدامك بتكلمك. انا لما كنت في فتره ما حصل لي مشاكل من اقرب الاقربين ليا، مشاكل كانت كبيره جدا وما كنتش قادره اسامحهم وقتها، ما كنتش بعرف اعدي من مشاكل تانية موجوده في حياتي تخص اي حاجه تانية، مش لازم الموضوع ده بالذات. بس لما قررت ان انا اسامح وقررت ان انا خلاص انا هنسى الموضوع، والموضوع ده اكنه حاجه قريتها وخلاص نسيتها، او حاجه قريتها في كتاب ما حصلتش معايا. بس ده مش هيحصل غير بحاجه واحده، ان انت يا اما تواجهي الانسان ده وتكلميه وتقولي له ان انت اخطأت في حقي وانا مسامحاك، او ان انت تعملي زي محاكاة كده مع نفسك، ان هو اكنه قاعد قدامك وانتي بتتكلمي معاه وبتسامحيه، حتى لو هو مش قاعد قدامك ومش عارفه تتكلمي معاه. فاهمين قصدي؟ فبعد ما سامحت وخلاص الموضوع بقى اتشال من دماغي واتشال من قلبي تماما، سبحان الله كل حاجه اتيسرت في حياتي بعد كده، وحاسه انه خلاص انا مش مهم. حتى لحد الان اي حد بيغلط في حقي بحاول ان انا ما اطلعش بقى وازعق وي وي وي، بحاول ان انا امسك واقول القاذمين الغيظ والعافين عن الناس. دايما بحاول اذكر نفسي بالكلمه دي بصراحه، بالايه دي بصراحه، ويعني صدقيني هتفرق جدا جدا في حبك لنفسك. حبك لنفسك مش في ان انت تنزلي تشتري منتجات كتير قوي للبشره، حبك لنفسك مش ان انت تنزلي تشتري لبس غالي، حبك لنفسك مش انك تروحي تشتري حاجه لقيتي صاحبتك لابساها او ماسكاها فانت مش عارفه تشتريها فحوشتي او خدتي فلوس من ورا باباكي ومامتك رحتي جبتيها. ده مش حب النفس خالص. حبك لنفسك في ان انت اول ما الصلاه تبدا او اول ما الاذان ياذن تقومي تصلي. حبك لنفسك انك تعملي ورد قراني، حبك لنفسك انك تعملي لنفسك اذكار معينه وادعيه مع ربنا، حبك لنفسك انك تقعدي خلوه مع ربنا سبحانه وتعالى. جربي كده تقعدي مع ربنا. طب اقولك على حاجه، جربي ان انت تقراي سوره البقره، ساعتها هتحبي نفسك وتحبي الدنيا وتحبي الاخره وتحبي ربك وتحبي رسله وتحبي كتب ربنا سبحانه وتعالى وهتحبي خلقه. حتى لو كنت حاسه ان انت انا قافله مش قادره، بجد مش قادره، كلنا بنوصل للمرحله دي والله مش انتي بس. فانا النهارده جايه اساعدك، ويا رب يا رب اقدر اساعدك، ويا رب يدخل عليكم يعني الحلقه دي او الفيديو ده بالنفع، وان هو تنفعكم ولو بشيء بسيط. وده كان فيديو النهارده، يا رب فيديو يكون اسعدكم افادكم، تكونوا خدتوا منه اي معلومه اضافيه ضافت لكم، واكتبوا لي تحت في الكومنتات حسيتوا ايه وانتوا بتشوفوا الحلقه دي، وعايزين نتكلم عن ايه تاني ان شاء الله الفتره الجايه. مع السلامه.